يقول ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية هي التي يعتمد عليها كثير من الناس عندما تسأله عن الغاية من خلقك، فيقول لك هي عبادة الله، لأن ربنا سبحانه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن الذي يغفل عنه أكثر المجيبين هو الحديث عن صفة العبادة التي خلقنا الله لأجلها. خلقنا ربنا لنعبده كما قال، لكنه خلقنا لنعبده على صفة أخبر بها أيضا، وهي الصفة الحسنى. قال ربنا سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ربنا سبحانه: الذي خلق الموت والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ربنا سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فخلقنا وخلق ربنا السماوات والأرض وخلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، أي أحسن عبادة. وهذا الإحسان في العبادة بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يتركنا هملا، كل يتصور إحسان العبادة على نحو فيذهب فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا الإحسان في العبادة في الحديث المشهور لما جاءه جبريل عليه السلام يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فسأله عن الإحسان الذي خلقنا لنبتلى به، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عبادة الله على هذا النحو، أن تعبده كأنك تراه، وإذا عجزت عن هذا المقام من عبادته كأنك تراه فلست تعجز من أن تعبده موقنا أنه يراك. فمن عبد الله على هذه الصفة كيف تكون عبادته وهو يستحضر قرب ربه منه ويستحضر رقابته عليه ويستحضر وقوفه هو بين يدي ربه؟ أليس يوجب هذا خشية وتعظيما وخوفا؟ أليس يوجب هذا النصح في العبادة بحيث لا يفعلها ولا يأتيها إلا على أخيار وجوهها الممكنة عنده؟ بلى. وهذا المقام مقام عزيز، أن تعبد الله عبادتك كلها، ليس الحديث عن الصلاة فقط، لكن كل ما تعبد به ربك تعبده وأنت تستشعر أن ربك ينظر إليك ويراقبك ويرى ما تفعل ويسمع كيف تأتي وكيف تذر. هذا مقام عزيز لا يبلغه إلا من ومن، ولما كان هذا المقام عظيما كان الجزاء عليه عظيما. قال ربنا سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هل جزاء من أحسن في الطاعة إلا أن يحسن إليه في المثوبة؟ هل جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذه قاعدة معقولة منطقية اتفق عليها العقلاء جميعا أن جزاء الإحسان هو الإحسان. ربنا سبحانه يقول حاكيا كلام يوسف عليه السلام لامرأة العزيز لما راودته على ما لا ينبغي، فقال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إنه ربي أحسن مثواي. المفسرون مختلفون، هل الرب هنا المراد به الرب سبحانه أم مراد به العزيز؟ وكل منهما قد أحسن مثوى يوسف عليه السلام. إنه ربي أحسن مثواي. كيف يسوغ، كيف يحسن أن أقابل إحسانه إلي بالإساءة إليه؟ إنه لا يفلح الظالمون. ثم هذا الجزاء الذي هو الإحسان إلى المحسن، ربنا سبحانه ذكر منه وجوها
في كتابه فيما أعده لأهل الإحسان من عباده. يحضرني من ذلك قول ربنا: إن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين. كان قتادة بن دعامة السدوسي الإمام المعروف تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول إذا ذكرت هذه الآية: إذا كان الله معك وإن الله لمع المحسنين، إذا كان الله معك فإن معك الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وكتب آخر إلى أخ له يقول له: أما بعد، فمن يكن الله معه فمن يخاف، ومن يكن الله عليه فمن يرجو. وهذه الآية فيها شيء عجيب. قال ربنا سبحانه: وإن الله لمع المحسنين. هذه هي المعية الخاصة، المعية الخاصة التي تتجلى بالتأييد والنصر والرعاية والعناية. هذه التي قال ربنا سبحانه لموسى وأخيه عليهما السلام: قال إنني معكما أسمع وأرى. وهي التي يقول فيها موسى عليه السلام نفسه لما أدركه فرعون وجنوده، هم البحر أمامهم وجنود فرعون وما لا طاقة لهم به خلفهم ولا مهرب لهم، كيف يبتغون السلم إلى السماء؟ كيف يصنعون؟ قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. انظروا إلى التوكيد. أصل الكلام أن يقال نحن مدركون، هذا هو أصل الكلام. نحن مبتدأ، مدركون خبر، نحن مدركون. لم يقولوا نحن مدركون، قالوا إن حرف توكيد لئلا يرتاب موسى في أنهم مدركون وفرعون مدركهم. ثم يزيدون مؤكدا ثانيا وهو اللام: إنا لمدركون. فيقول لهم موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. إنني معكم إن معي ربي. هذه المعية هي التي قال فيها ربنا سبحانه وحاكيا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فكان الشيء العجب، الله معهما. الشيء العجب الذي كان لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ودخل في الغار وأدركهما كفار قريش، الذي تصور أذهان كثير من الناس، ما هو شائع في كتب السيرة، لكنه لا أزمة له ولا خطم. وطبعا ضعيف في الرواية أنهم جاءت عنكبوت فنسجت على باب الغار، وجاءت حمامة فباضت. طبعا هذا شيء ليس يستغرب عن قدرة الله. ربنا سبحانه يقدر على ما هو أعظم من ذلك. وطبعا شيء عظيم في قدرة الله أن يكون الحاجز بين الطالب والمطلوب نسج عنكبوت. ولكن الأعظم منه والأجلى منه في قدرة ربنا سبحانه أن يكون الحاجز عدما محضا. الصحيح أنه لم يكن في فم الغار لا نسج عنكبوت ولا بيض حمام. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. ولكن الله سبحانه يحول بلطفه بمعيته عن أن ينظروا وعن أن يدركوا. وهذا الذي يقول في البصيري: عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. هذه عناية الله، معيته الخاصة. وهنا أحب أن أقول لكم شيئا في قول ربنا سبحانه: وإن الله لمع المحسنين. انظروا إلى التوكيد ها هنا أيضا في هذه الآية. أصل الكلام من غير توكيد. أنت إذا ألقيت الكلام تريد أن تخبر إنسانا بخبر لا يعرفه، بأن فلانا جاء، تقول جاء فلان، هو لا يعرف ذلك الخبر وأنت تريد أن تخبره، تقول جاء فلان.
لكن إذا كان مترددا في المجيء، أنت لا تكتفي، العربي لا يكتفي بأن يقول جاء فلان، لأنه هذا ليس خالي الذهن، هذا متردد. لا لا لا، جاء فلان لا تقنعه، فماذا يفعل العربي؟ يعطيه مؤكدا، يقول له إن فلانا جاء. هاتان الجملتان ليستا سواء في ذهن العربي، جاء فلان وإن فلانا جاء، هذا في تأكيد. لكن أحيانا قد يجحد لأنه ترك فلان هو في جهة أخرى، فكيف تقول أنه جاء؟ فيأتيه بمؤكدات، يقول له إن فلانا قد جاء. ربنا يقول وإن الله لا مع، مؤكدان، وإن الله لا مع المحسنين. ثم يذكر شيئا آخر. الآية، هذا تفهيم الآية، وإن الله مع المحسنين، طالعتها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هنا نكتة عجيبة جدا. القياس مقتضى السياق لو كان في غير القرآن أن يقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمعهم. الكلام عن هؤلاء، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمعهم، لكنه لم يخبر عنهم بالضمير، أخبر عنهم بالاسم الظاهر وإن الله لا مع المحسنين. البلاغيون يقولون هذا من إقامة الظاهر مقام الضمير. لماذا؟ ما النكتة التي أراد ربنا من عباده أن يعقلوها عندما يقرؤون وإن الله لمع المحسنين ولم يقل سبحانه وإن الله لمعهم؟ التنبيه على أنه كان معهم لأجل إحسانهم. طيب، ولعلنا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب